مرحبا، يسعد اوقاتكم جميعا. المسخن الفلسطيني هالأكلة كتير طيبة، عن جد المطبخ الفلسطيني أبدع فيها. بس أنا حبيت أعملها اليوم بطريقة كتير سريعة. يعني جاي على بالك مسخن ما عندك دجاجة كاملة، أو هو طيابته إنه دجاجة كاملة تجيبيها تسلقيها وبعدين تنسفيها وتعمليها. بس أنا ما كان عندي دجاجة كاملة، جاي على بالنا مسخن، فقررت إني أعمله بطريقة كتير سهلة وسريعة. جبت كيلو من صدور الدجاج، عندي إياها مقطعة شرايح. بدي هلأ اسلقها شوي بس لحتى تاخد لون. بس اول اشي شو عملت؟ حطيت البهارات، اي بهارات انتي بتحبيها حتى تروح واحد زي خيط الدجاج. حطيت حبات الهيل وورق غار وروزماري. حمصتهم شوي على بزيت زيتون لحتى بس انهم يعطوا تطلع ريحتهم، مشان يعطوا طعم كتير طيبة. بعدين نزلت صدور الدجاج قليتها معهم، شوحتهم هيك لحتى تغير لونها. بعدين حطيت لها شوية مي لحتى تطرى وتنسلق وتصير طيبة. تمام. وغطيت عليها، تركتهم يعني ما بياخدوا وقت، هن تقريبا ربع ساعة بس لحتى تستوي الدجاجة. هون حطيت زيت زيتون، هو طيابته المسخن بزيت الزيتون الكتير والبصل الكتير. حطيت تقريبا شي 4 5 بصلات كبار، قطعتهم هيك شرايح وحطيتهم بدي اقليهم بزيت زيتون غزير مع معلقة ملح ومعلقة فلفل. بقلبهم منيح وبخليهم لحتى يدبلوا. غطيتهم حاتركهم لحتى يدبلوا. هلا دبلوا عندي صاروا تمام. المكون الثاني اللي لازم يكون مسخن، هو أساس الأكلة، هو السماق. كل ما كان عندك سماق بلدي كل ما كان أطيب. قد ما بدك حطي سماق، بس يعني لازم يكون كمية كتير كبيرة إنه هو أساسه. أنا حطيت تقريبا شي 3 معالق كبار. بخلطهم مع بعضهم. هلأ بدي أضيف عليهم الدجاج اللي استوى. بقلبهم كلياتهم مع بعضهم. طبعا دبس رمان، أنا بحط دبس رمان، بحبه كتير معه دبس الرمان. حطيت كمان، مو بس هدول، حطيت كمان لأنه بيطلع أطيب. يعني حطيت لي تقريبا شي معلقتين دبس رمان كبار. هيك بخلطهم كلياتهم مع بعض وبتركهم لحتى كل المكونات والنكهات تتداخل ببعضها. بعدين بصفيها بتركها لحتى تبرد تماما مشان لفها رولات. هلا هو الخبز الاساسي للمسخن هو خبز الطابون او خبز التنور، بس بيكون كتير رقيق. هلا انا هون عندي مو متوفر بتركيا دائما، فجبت هدول الرولات مقطعين مثلثين. هو لازم تجيبي الخبز الشراك او خبز الطابون او يعني خبز التنور، انك تقطعيه هيك بشكل مثلثات لحتى تقدري تلفيه ساندويشي. فانا عندي هذا الخبز، جبته اسمه يوفكا. كتير طيب على فكرة بيطلع. جبته ولفيت، حطيت فيه الحشوة بعد ما انها بردت، مصفاية طبعا. لفيتها رولات، تأكدت من انه الاطراف تكون مسكرة مشان ما ينزل منها الحشوة. ولفيتها رول وحطيت لها مي مشان تثبت منيح العجينة. خبزة تثبت منيح ما تفتح معي. هاي وحدة تانية. هلا بحط بقلبها الحشوة. بدي لفها، سكر الاطراف ولفها. مثل ما قلت لكم هذا مسخن اسرع سريع، ما مسخن على اصوله. ان شاء الله المره الجايه بعمل لكم اياه على اصوله. بس هذا يعني حتى اذا وحده جايه على بالها مسخن او عندها عزيمه، كتير طيب على فكره. يتقدم مع المقبلات، يتقدم ساندويش هيك بالليل. كتير كتير طيب. يعني عن جد المطبخ الفلسطيني كتير ابدع بهالوصفه. هيك لفيتها خلاص. هلا بحطها بصينيه الفرن. هذا المرقه اللي نزلت من الدجاج بدهن فيها الرولات. بكون انا محميه الفرن على حراره 200. بدهن الرولات منيح لحتى ما تطلع ناشفة. فيك تحطي بدل دبس الرمان إذا بدك عصير ليمون، إذا بتحبي ما بتحبي دبس الرمان. حطيت له سماق على الوش. يعني بالحشوة فيك تحطي بدل دبس الرمان عصير ليمون. حطيت له سماق على الوش. وهلا بدخلهم على الفرن لحتى يتحمروا. أنا بس بدي الخبزة تتحمر لأنه هي من جوا الحشوة
مستويين. وهيك طيابتها مع دبس الرمان. هلا بعد ما طلعوا من الفرن شايفين شو طيبين، كتير طيبين، كتير حلو شكلهم انه هيك يتقدموا مع دبس الرمان بمقبلات عزومة طبق جانبي. عن جد كتير طيبين، جربوهم ما حتندموا. بتمنى تعجبكم الوصفة، بتمنى تشتركوا بالقناة ولا تنسوا تتابعوني. بحبكم كتير. سلام.